القلب ضعيف لا يسمع القصة. يوم من الأيام مرتضى يقول رحنا أنا وأخوي نزور قبر أبوي بالنجف. فيقول مرتضى أثناء زيارتنا لقبر أبوي سمعنا صوت عرس بداخل المقبرة. فيقول أنا يا مرتضى قمت وتوجهت نحو الصوت اللي يجي من داخل المقبرة. فيقول لما وصلت ما لقيت أي أحد والعرس اختفى وكأنما ماكو أي شيء. ويقول مرتضى ورا ربع ساعة أو نص ساعة اجتنا مرة عجوز وطلبت من عندنا مي، لكن احنا ما كان ويانا مي وقلنا لها ما موجود عندنا. فيقول مرتضى هاي العجوز خلت وراحت. فيقول مرتضى انا ظليت ابوح عليها وهاي العجوز اختفت اختفاء مباشرة. فيقول مرتضى انا هنا خفت. وايضا يقول ورا شوية اجن كلاب اثنين جلكم الله، وكان هذين الكلاب عيونهم حمر وظلن نبحن علينا انا واخوي. فيقول انا هنا صحت عليهن وردت اسكتهن او اطردهن، وكانت هنا صدمة. يقول مرتضى اثناء ما صحت عليهن اختفن اختفاء من امامنا مفاجئ. وايضا مرتضى يقول كنا نتمشى بوسط الليل بالمقبرة، ويقول شفنا سيارة طبقت بالمقبرة ونزل منها رجل وبنية صغيرة. فيقول مرتضى الرجل لما نزل من السيارة خلى ودخل بالمقبرة، والبنية ظلت تبكي وصوت البكاء البنية وصل الى مكان بعيد كلش. وكل هذا صار وين مرتضى اثناء زيارتهم القبر ابوهم بالليل. وعديد من الناس تقول هاي المواقف كذب وما صار، واحنا ندخل مقبرة وادي السلام ليلا ونهارا. فيا اخوان هاي الناس اللي تقول لي مواقفهم وتروي لي قصصهم ما متوازن تكذب عليه او تنصب عليه. وجوز يا اخوان اكو ناس تصير وياها بالصدفة واكو ناس ما تصير وياها، وهذا كل ما في الامر. وهسه كتبوا لنا بالتعليقات شنو تفسير قصة مرتضى والحادثة اللي صارت وياه. حطوا لنا لايك ومتابعة وانتظرونا بالفيديو القادم.